السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في فيديو جديد. تنسوش بقى تعملوا لي لايك للفيديو، اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كل سنة وانتم طيبين طبعا بمناسبة شهر رجب. ربنا يا رب يبارك لنا واياكم في رجب وشعبان، ويبلغنا واياكم رمضان يا رب، واحنا في احسن حال ومجبورين الخاطر يا رب. ربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا، اللهم امين. تعالوا بقى النهارده نعمل كبدة خفيفة كده، وهيبقى طعمها حلو جدا، ونعملها زي ما العربيات الشارع او الكبدة الجاهزة بالظبط. معايا هنا كبدة متقطعة كده رفيع. ومعايا حطيت عليها معلقتين كبار خل، وحطيت كمان معلقة توم ومعلقة هريسة شطة صغيرة. هقلبها بقى كويس في الخل والثوم، وهسيبها بقى تنزل الدم والزفارة اللي فيها، لان الكبدة ما بتتغسلش خالص. هنا كمان كنت سلقت شوية مكرونة اسباجيتي للولاد. حط بقى كل الحاجات دي كده على جنب، ونبدأ في تجهيز الغدا مع بعض. تعالوا بقى هنا نعمل الصلصة بتاعت المكرونة. هنا هجيب حلة على النار فيها معلقة كبيرة زيت ومعلقة زبدة، وهنزل عليها بالطماطم. طماطم بقى فريش انت لسه ضربها في الخلاط، او طماطم عندك في الفريزر، صلصة اي حاجة. انا عندي طبعا صلصة في الفريزر، فهعمل بيها. هجيب بقى معلقة زبدة كمان. انا لسه يا جماعة بستعمل الزبدة اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، اللي هي بوش اللبن، او اللي انا عملتها تاني. يعني انا عملت مرة معاكم ومرة بعدها كمان. حطيت بقى معلقة زبدة. طبعا هعمل الصلصة النهاردة من غير توم ومن غير بصل ومن غير اي حاجة خالص، يا دوب الطماطم بس. هنزل بقى بالطماطم وهغطي عليها لحد ما تتسبك، وبعد كده ارجع املحها. تعالوا معايا نعمل طبق سلطة كمان جنب الاكل. طبعا معايا جزر هنبشره على المبشرة، او ممكن نقطعه مكعبات صغيرة خالص. معايا خضرة ومعايا جرجير الاتنين مع بعض، ومعايا طماطم وفلفل وخيار وبصل اخضر. كانت بصلاية خضرة عندي كده فقلت اقطعها. هنعمل طبق السلطة وهركنه على جنب، مش هملحه غير قبل الاكل خالص. انا شلت البصلايه برضو، قلت البصلايه دي هقطعها في الاخر خالص، اقطع البصلايه واملحها. هنا بقى كانت الصلصه بتاعتي كده اتسبكت. هبدا املحها. عندي هحط ملح وفلفل اسود وكمون وبس. وهظبط طعمها طبعا، نخلي بالنا ان انا حاطه فيها هريسه شطه، فلو لا ما حطيتش هحط في الاخر سنه شطه صغيره. هغطي بقى على الطماطم وهسيبها تتسبك براحتها. معايا بقى هنا طاسه على النار فيها حبه زيت كده حلوين. الكبده بتحب الزيت الكتير. هحطهم كده يسخنوا، هولع عليهم يسخنوا. اول ما الزيت عندي يسخن هنزل بيه بحته من اللية او السمين، الحلويات اللي بتيجي مع الكبده، وهقطعها مكعبات صغيره كده، وهنزلهم في الزيت واقلبهم تقلبتين لحد ما تسلي اللي فيها، زي ما انتوا شايفين كده. الحلويات دي مخليه الكبده في حته تانية خالص. جربوها. هنزل بقى بالكبده بتاعتي، وبرده معاها قطعه كده من الحلويات بتاعتها متقطعه. هنزل ملح.
الكبدة طبعا ملح فلفل اسود قليل قوي، كمون كتير. بس هقلب بقى الكلام ده كله تقليبه حلوه كده، وهسيبه على النار. يعني اول ما الكبده تبدا تغير لونها وكلها تاخد لون واحد، هقول لكم هنعمل فيها ايه. الكبده ما بتاخدش وقت طويل على النار، بتاخد 10 دقايق بس. كنت جبت بقى فلفل، قطعت فلفل اخضر معايا. هنزل بيه كمان على الكبده، بس الفلفل الاخضر هننزل بيه في الاخر خالص، يعني يا دوب ننزل نقلب تقليبه واحده ونروح طافيين. خلاص كده الكبده عندي بدات دخلت على السوا، تقليبه كمان كده ونطفي عليها. طبعا الدوشه اللي حواليا دي عشان انا عند ماما، انا واخواتي والولاد كلهم متجمعين وعاملين هيصه بره. هنا بقى خلاص كانت الكبده بتاعتي دخلت على السوا. ولعت كمان على الصلصه، كانت اتسبكت وطفيت عليها. ولعت عليها تسخن عشان انزل بالطماطم. وكنت وطيت على الكبده خالص. وقلت كده اعمل طحينه، عندي بقى معلقه طحينه. هنزل عليها بمعلقه صغيره خل، وهقلبها كويس كده لحد ما افكها في الخل وترجع تتقل تاني. بدأت تتقل معايا كده، نزلت عليها بميه، بفنجان صغير ميه. هنا الكبده بقى لقيتها خلاص، حطيت نزلت عليها الفلفل. ده كان فلفل اخضر وفلفل احمر. هقلب تقليبه ونطفي عليها بقى وخلاص كده. كده انا طفيت على الكبده. نرجع بقى نكمل الطحينه. كمون، وحطيت عليها معلقه من الملح المبهر او الدقه. وهقلب الكلام ده كله. طبعا المعلقه اللي انا حطاها معلقه صغيره خالص عشان ما نحدقش. كده بقى عندي الطحينه جاهزه. وهنا بقى كان الاكل بتاعي خلص، كنت خلاص قلبت المكرونه مع الصلصه وملحت السلطه وجهزتها، وجهزت الطحينه وجبت العيش عشان نعمل سندوتشات، وكنت غسلت كمان جرجير، والكبده كمان جاهزه هناك اهي. تعالوا بقى اوريكم احلى سندوتش كبده ممكن تاكليه، وبالعيش البلدي. هناخد بقى معلقه، نجيب معلقه نضيفه للطحينه. ناخد رشه طحينه كده في العيش، وناخد كبده، ورشه طحينه كمان، ونحط بقى جرجير. يلا نعمل واحد كمان. احلى رغيف كبده ممكن تاكليه، انضف طبعا من بره بكتير، واطعم واسهل. بصوا شكل الساندوتش.
ده بقى كان غدانا النهارده، سهل كده وسريع وما خدش مننا وقت خالص. هنا بقى الكبده، كمان غرفت كبده في الطبق، السلطه، المكرونه، جرجير، وادي سندوتشات الكبده اللي عملناها، وادي الطحينه. وبالهنا والشفا، ويا رب فيديو النهارده يعجبكم، واتمنى ان انتوا تعملوا لي بقى لايك للفيديو واشتراك في القناه. باي باي.